بناء خط وسط محلي قوي. فعلا هذا الذي ذكرت، والآن الهلال يمتلك يعني خط أساسي وخط احتياطي قوي. يمكن البعض استغرب من مثلا تقديم الهلال لمستوى مميز في كأس العالم. أنا أعتقد أنه غير هذا مثار للاستغراب. الهلال صراحة من الفرق أو الأندية السعودية بشكل عام، خصوصا الهلال على رأسهم، يعني فريق ترى مدفوع عليه مليارات حتى يصل لهذا المستوى. فالجودة اللاعبين في الهلال تضاهي جودة اللاعبين ترى في مدريد، في مانشستر سيتي. الهلال يمتلك نجوم المنتخبات العالمية موجودين في الهلال، فهذا شيء طبيعي. والشيء بالشيء يذكر. احنا الصراحة الآن في حراك رياضي سعودي مستاء يعني من الاتحاد الآسيوي. لو تتخيل أستاذ عبد الرحمن أن الأندية السعودية ليس لها سوى مقعدين في دوري أبطال آسيا القادم، النصر مستبعد من النخبة، وهذا يعني شكل صراحة يعني مستغرب من الاتحاد الآسيوي. والأندية السعودية هي الأعلى تصنيف، هي الأكثر نقاط، هي الأكثر ضخ مالي، هي الأكثر وصول للأدوار المتقدمة، ومع ذلك يتم استبعاد النصر. يشوف صراحة الجمهور النصراوي، معني أنا يمكن أختلف نوعا ما في وجهة النظر، لكن الجمهور النصراوي يشوف أنه يرى أن هذا الاستبعاد يعني صراحة هضم لحق المشروع الرياضي السعودي الذي صراحة ساهم في تطوير القارة الآسيوية، وبسببه الهلال مثل تمثيل جيد في كأس العالم للأندية. الآن الأندية السعودية ليس لها سوى مقعدين، بالإضافة إلى البطل الكأس الذي هو الأهلي. النصر مستبعد، فبالتالي يعني الجمهور النصراوي ومن هذا المنبر يوجه رسالة للاتحاد الآسيوي بأن الأندية السعودية تستحق مقاعد أكثر من هذه المقاعد. مع احترامي هناك بعض الدوريات أقل بكثير من الدوري السعودي، ومع ذلك تجد فيها فريقين بالإضافة إلى فريق ثالث يلعب أو مقعدين إلى مقعد ثالث يلعب في الملحق. ولو لاحظنا في الدوريات الأوروبية الآن الأندية الإنجليزية أعتقد أنه تصل إلى 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا، بس هذا كتذكير. أما بالنسبة للعمل الأندية السعودية أنا أعتقد أنه عمل جدا محوكم وعلى نظرة مستقبلية، وكما ذكرت عبد الكريم دارسي، ولا ننسى علي لجامي كذلك. الهلال يعني أبرم صفقتين محليتين قبل كأس العالم للأندية، عبد الكريم دارسي كجناح أيسر وعلي لجامي كقلب دفاع. طبعا لو نلاحظ أن إنزاغي دائما يركز على قلوب الدفاع لأنه تكتيكه دائما دفاعي، راح يلعب بتشكيلة 5-4-1 أو عفوا 5-3-2. فأنا أعتقد أنه صراحة يعني دائما راح يركز على قلوب الدفاع، وأنا أعتقد أنه تكتيك إنزاغي لم يتضح ملامحه بشكل كبير في كأس العالم للأندية بسبب قوة البطولة ببدايتها. فأنا أعتقد أنه صراحة راح نشاهد التكتيك الإيطالي المميز أو الصبغة الموجودة لإنزاغي خلال المباريات الدوري. فلكن بكل تأكيد أنه أنا أشوف أنه صراحة صفقات الهلال مميزة هذا الموسم، وأنا أعتقد أنه بنيت على أسس متينة عكس الأندية الأخرى. صراحة أنا أشوف أنه المنافس والنصر يحتاج إلى عمل جدا كبير. الفريق النصراوي يعاني من انهيار إداري، انهيار فني. أنا أعتقد أنه أقل شيء يحتاج الفريق النصراوي إلى 6 صفقات. ننتظر الأيام القادمة ربما تأتي بالبشائر لنادي النصر بعد التوقيع مع مدرب الهلال السابق جيسوس. والآن نتحدث عن نادي النصر معك كابتن